And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله. هسيب لكم لينك كوي والانستا في صندوق الوصف. انزلوا ادعمونا على زر التشكرات تحت الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدأ احداث الدراما مع بعض. الجزء التاني بيبدأ لما جيا بتتوعد للبطلة ان هي مش هتسمح لها ان هي تاخد مكانها في المسابقة مهما كلف الامر، وبعدها بتظهر البطلة وهي بترتب الغرفة وبتلاقي الزجاجة اتحدفت عليها، وبتكون جيا وبتقول لها انت اسمعي، انا عايزة اعرف انت جذبت الرئيس نينغ ازاي وعملتي له ايه عشان يتمسك بيكي كده. فبتبص لها البطلة وبتقول لها ان من الواضح انك غيرانة مني كثيرا، ولكني لن تستطيعي أن تفعلي معه أي شيء، وإنك بوجه شيطان معروف ذلك عنك. فبتغضب جيا جدا وبتقوم تقرب منها وتضربها بالقلم على وشها وتقول لها الزمي حدك معي. فبتروح لها فتاة وتقول لهم اهدأوا قليلا، السيد نينغ وصل الآن. فبتمسك جيا جردل المية وتكب عليها وتعمل نفسها بتعيط وإن البطلة اعتدت عليها. فبيوصل لهم نينغ ويقول لها تشو ماذا تفعلي؟ فبتقول له البطلة اني ادفعها بعيدا عني. فبتروح لها جيا وتمسك ايديه وتقول له رئيس نينغ انك طلبت مني اني اتعامل معها بلطف بعدما حطمت سيارتي، ولكنها هي من لا تسامحني، واني لابد لي ان اعبث معها مرة اخرى، وانها كانت ستؤذيني. قلت لك فيما قبل. فبيقول لها نينغ اني طلبت منها انك تعتذر ليكي، وبغض النظر عن كرهك ليها لا يمكن ان تعملها هكذا. فبتبص لهم البطلة وتقول وهي مستغربة إن مقالته جيد يا سيد نينغ، ولكني يجب أن أعاملها أمام الجميع بأسوأ من ذلك. فبيستغرب نينغ وكل الموجودين. فبتقول له جيا سيد نينغ هيا نذهب من هنا، إن هي تقوم بإهانتي مرة أخرى. فبتمسك البطلة المية وتكبها عليها وتقول لها إني ما عندليش دليل على معاملتك ليا، ولكني هذا رد ليكي على ما تفعليه في الخفاء. فبتضربها جيا بالقلم تاني، لكن البطلة بتمسك إيديها وتقول لها لا تعجبني طريقة اعتذارك لي، لذا فهو يعود لك. وتضربها بالقلم على وشها وتمشي. وتغضب جيا جدا وبتخرج البطلة تمشي لوحدها، ويروح لها نينغ وتقول له واكتر من ذلك. وتبص له وتقول له ولكنك لماذا تستمر في الدفاع عنها واني في الحقيقة لا يهمني ذلك. فيقول لها نينغ انك في الحقيقة شديدة الانفعال وتتصدري احكام غير حقيقية. فبتزعل البطلة وتقول له اني ساذهب الان وتمشي، لكنه بيمسك ايديها ويلفها ويقربها منه ويقول لها اني لن اتركك تذهبي بمفردك بعد الان. ويقرب منها، لكن جيا بتروح لهم وتقول سيد نينغ ان في مباراة بينج بونج ستقام واننا يجب ان نحضر كشركاء. فبيقول لها نينغ جيد واني هحضر كل حاجة وتشو انك ستكوني في خدمتها. والبطلة بتتصدم من كلامه وتبصله، وجيا بتغضب جدا وتقول ان هي ليست ضمن الفريق الخاص بنا ولا عضوة في النادي حتى، كيف يمكن فعل ذلك ومشاركتها. فبيقول لهم نينغ انك تنفذي اللي قلت عليه، ويمسك ايد البطلة ويمشوا. وتغضب جدا جيا وتقول لنفسها حسنا يا نينغ انتظر المفاجأة. وبعدها بتظهر البطلة وهي طالعة على السلم لوحدها، وبيكون العمال بيرفعوا كرتونة الجهاز الجديد لكنها بتقع منهم على يو. فبتجري عليها البطلة وتوقفها قبل ما تقع عليها، ويتصدم كل الموجودين من اللي عملته البطلة. لكن تكون جيا واقفة والمساعد بتاعها بيصور اللي عملته، وتقول للمساعد ان جيد جدا عملك هذا واني سأنتصر انا في النهاية. وبيشوف الفيديو الرئيس وتشو شايلة الجهاز لوحدها وطالعة بيه على السلم، ويقول احضري جميع الفيديوهات الخاصة بالسيدة تشو. بيقول حسنا. وبيمشي، وبعدها بتظهر البطلة وهي في صالة التنس وبتتمرن، وبيجي شخص من وراها ويكب عليها المية. وبتغضب جدا وبتكون جيا اللي أمرته بده، وبتضحك عليها وتقول ايه رأيك يا تشو انه حار جدا أليس كذلك؟ فبترد عليها يو وتقول لها جيا لماذا تفعلي هذا؟ فبتضربها جيا بالقلم على وشها وتقول لها لا تتحدثين بدون أن أوجه لك الحديث. فبتقول لها البطلة إني أنا من سأقوم باللعب باسم النادي الآن بدلا منك. فبتقول لها جيا وإنك كيف دخلت إلى النادي من الأساس وكيف حصلت على علامة الترتيب بدون مؤهلات. فبتمسك البطلة يو وتقول لها إن المسابقة على وشك أن تبدأ هيا بنا. وبيمشوا، وبعدها بتظهر البطلة مع يو في المطعم وبيتغدوا وتقلب لها الطعام. وتغضب البطلة جدا وتقول لها جيا أنا بحذرك أن تبتعدي عن تلك المسابقة وأن تتركي السيد نينغ. فبتغضب جدا البطلة وتحس بالقوة الخارقة إن هي اشتغلت عندها، وتمسك جيا من رقبتها وترفعها من على الأرض وترميها على الترابيزة. وتكون جيا متفقة مع أشخاص إنهم ما
يصوروا اللي بيحصل بعد ما تستفزها وينشروه على النت. فبتقول لها جيا ان قريبا ستكون قصتك يعرفها الجميع وانك خطر على البشرية يا تشو. فبتخاف جدا تشو من كلامها، وبعدها بتظهر البطلة وهي ماشية في الشارع لوحدها، وفجأة بيقف قدامها شباب وبيمنعها ان هي تعدي، وتكون لينا معاهم وتقول لها تشو ان المواجهة بيننا في المسابقة سينحسب الخاسر من النادي، وترفع لها ظرف فيه فلوس وتقول لها ايه رأيك ان تنسحبي من الان. فبتقول لها صديقتها ان هي مبتدئة كيف لها ان تتحداك بالمسابقة. فبتقول لها البطلة اخشى ان تخسري امامي يا لينا واكسب انا المسابقة. فبتقول لها لينا بغرور ان قمامة مثلك استطاعت التغلب عليها من اول المباراة، واسمعي ان مفيش حد هيدعمك بالمسابقة من الاساس، وانك من الان اقبلي هذا المبلغ. لكنها بتلاقي يو ومعها شباب واقفين ورافعين اسم البطلة وبيدعموها في المسابقة، وتقول لها يو لا تقلقي انا هناك، وهناك اشخاص يدعموك حتى لا تفقدي الحماس في المباراة. فبتقول لها لينا ان من الواضح انك تمزحي معي واني انا من سافوز بها. فبتقول لها تشو انك اذا خسرت لا ترمسي كرة البنج مرة اخرى. فبتغضب لينا وتديها الظرف وتقول لها سانتظرك ان تفعلي الاتفاق، وتسيبها وتمشي. وبعدها بتظهر البطلة مع يو في المطعم بيتغدوا، وابوها بيروح لها وهو غضبان جدا ويضربها بالقلم على وشها ويقول لها اني ارسلتك الى هنا من اجل الدراسة لا من اجل اللعب، وانك لا يمكنك لعب البنج بونج مرة اخرى. فبتقول له البطلة اني اتعقدت عليها. فبيقول لها يتلغي على طول. فبتقول له يو انتظر قليلا وان هناك اتفاق بابرام عقد بينهم وبين النادي الان. فبيقول لها ابوها تشو اسمعي انك لا تلعبي هذه اللعبة مرة اخرى، وعليك لعب كرة السلة بدلا منها. فبتقول له اني صنعت هذه المسابقة واتخذت قراري. فبيقول لها ولكنك لا تستطيعي الفوز، ويمسكها ويقرب منها ويقول لها بصوت واطي انك لديك سر القوة الخارقة، وان اذا احد لاحظ عليك هذا المرة واحدة سيحدث مشكلة كبيرة بالنسبة ليكي. فبتقول له اني استطيع الفوز بالمسابقة وان لا احد يعلم تلك السر الغامض ابي. فبيغضب جدا ويقول لها انت فتاة عنيدة جدا ويسيبها ويمشي، وتخرج وراه البطلة لكن بتوقفها جيا وتقول لها ان والدك يخاف عليكي من الخسارة والسخرية ايضا، وإنها البداية لك للخسارة لتلك المسابقة. فبتغضب البطلة وتمسكها من رقبتها وتقول لها اسمعي جيدا سأدخل لتلك المسابقة وعليك أنت أن تظهري قوتك بها. فبتقول لها حسن تشو. بعدها بيظهر المساعد وهو بينادي في الشارع على حادث المسابقة وإن هناك عرض خاص بسعر نص الثمن للتذكرة. فبتجري البطلة ويو تحجز تذكرتين ليهم، وبيكون معدي من جنبهم الرئيس وبتجري عليه الفتاة وبتقدم له ورد، وبتشوفه البطلة وتزعل جدا. فبتقول لها يو ان هو وسيم جدا وهي من الواضح ان احد معجبات به. فبياخد منها الورد ويقول لها شكرا ليكي ولكني لدي صديقة هنا، ويبص للبطلة ويمشي ويقف جنبها ويقرب منها ويقول انت امرأتي الان. فبتقول له الفتاة وما الجيد في هذه انها طالبة فقيرة. فبتقول البطلة ان السيد ننغي طالب ايضا واننا سويا مع بعضنا البعض، وعليك الان الرجوع عن كلمتك المستفزة يا فتاة. فبتقول لها انك بائسة وتسيبها وتمشي. فبيقول لها ننغ هيا لنذهب الى النادي الان، وبيمشي وبتمشي معاه. ويو بتحذرها وبتقول لها يجب عليك التمرين الآن جيدا وعدم الالتفات إلى الكلام المحبط، وعليك التقرب أكثر من السيد ننغي الآن. فبتقول لها البطلة حسن يو. وبعدها بتظهر البطلة وهي في السينما وننغي جنبها وبتقول له سيد ننغي أريد أن أعرف أي نوع من الفتيات تحب. فيبص لها ننغي ويشاور لها على الفيلم وإنك اسكتي وما تتكلميش. فبتقف البطلة وتغضب جدا ويقول لها إن الشائعات ازدادت جدا مؤخرا إننا بنحب بعضنا البعض وانا عاوز اوضح الحقيقه. ويجيب بوكيه ورده ويقدمه لها ويقول لها انا معجب بيكي جدا. وبهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني. ما تنسوش توصلوا الفيديو 1000 لايك في اسرع وقت ممكن عشان انزل الجزء الثالث. ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وابعتوا لينك القناه لاصدقائكم وحبايبكم وهاتوهم في التعليقات نرحب بيهم. وما تنسوش تدخلوا على قناتنا الثانيه هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، هتلاقوا هناك مسلسلات جديده وكمان مختلفه عن هنا. واسيبكم يا حلوين مع تعليقاتكم الحلوه زيكم، بحبكم قوي وبس كده. باي باي.